من أكتر الحاجات اللي فكرت فيها اليومين دول هو فكرة الشراكة. يعني لما حبيت أتقدم في شغلي لما كنت بتعلم الإعلام، يعني كنت أخدت كورس عربي وأخدت كورس مونتاج وأخدت كورس إزاي أقف قدام الكاميرا وإزاي أكتب محتوى، أخطاء شائعة وأخطاء مش عارف إيه، وقعدت أخد كورسز بالعبيط علشان أبقى شاطرة في شغلي اللي بعمله. أما بقيت مديرة في فيلد تاني مختلف، أخدت كورس ماركتينج وأخدت كورس إدارة، إن أنا أصلا خريجة محاسبة، فأخدت كورسات تانية. أخدت كورس سايكولوجي لما حبيت أدرس سايكولوجي عشان أفهم البني آدمين بيفكروا إزاي وعلشان أقدر أساعدهم برضو. أخدت بقى كورسات كتيرة. اكتشفت إن إحنا في شغلنا وفي حياتنا الطبيعية عندنا استعداد ناخد كورسز كتيرة قوي 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 لحاجة هتدينا ريورد أو حاجة هناخد منها عائد. لكن لما اجي في حاجة زي الجواز لقيت إن إحنا ما عندناش استعداد إن إحنا نبذل المجهود ده. ما عندناش استعداد إن إحنا ناخد كورس تربية. ما عندناش استعداد ناخد كورس إزاي نتعامل مع بعض. لقيت ما عندناش استعداد إن إحنا نتعلم إزاي نبني علاقة صح. ما عندناش استعداد إن إحنا نتكلم مع بعض صح. إزاي نتعلم يبقى في ما بيننا communication أو ما بيننا تواصل، أو إزاي نقعد على ترابيزة ونفك الخلاف. إزاي ما ناخدش قرارات سريعة. إزاي إمتى نستحمل وإمتى لأ. إمتى ناخد قرار بالترك والهجر، وإمتى ناخد قرار بالانفصال العاطفي، وإمتى ناخد قرار بإنه الشخص ده يستحق أكمل معاه ولا ما يستحقش إن أكمل معاه. اكتشفت إنه واضح إن العلاقات الحميمية أو العلاقات الزوجية ليها مرتبة أقل بكتير من اللي إحنا متخيلينها وفاكرين إن إحنا بنعمل مجهود فيها، وبالتالي الحقيقي إن إحنا مش بنعمل مجهود فيها خالص، بل بالعكس إحنا بنديها مرتبة أقل لأن هي أقل في وجهة نظرنا، أو ما تستحقش كل الهدك ده، أو اتعلمنا إنها تمشي. ما تقلقيش، زي الفل، زي ما أهلنا طلعوا هنطلع، زي ما تربينا هنربي، زي ما تعاملنا هنعامل، زي ما شفناهم بيعملوا هيعمل. ويا ريتنا نعمل زي أهالينا. إحنا ما عرفناش نعمل كده، حتى دي ما عرفناش نعملها. إحنا محتاجين نتعلم من الأول إنه العلاقات ليها مرتبة عالية، ولأنها علاقة العمر محتاج تتعلم فيها إن هي مهمة جدا، فمحتاج تتعلم عنها كتير. إزاي تتعامل مع الشخص الآخر. الشخص الآخر بيبص للحاجات المهمة في حياته شكلها عامل إزاي، إيه أهم حاجة في العلاقة بالنسبة له، وإيه أهم حاجة بالنسبة لي، إزاي ممكن أتعامل معاه. إمتى أفرق ما بين علاقات سامة وعلاقات مش سامة. إمتى أقول إن الشخص دوت عنده مشكلة ولا أنا اللي عندي مشكلة. كل ده حاجات ما تعلمناهاش. سلام، أشوفكم الحلقة اللي جاية.